انت شايفه ايه يعني انت هتيجي تقسمها كده، شغل الدنيا واقفه، صحه في النازل، عيال عاملين دوشه، البيت مفيش اي حاجه في اي، كل حاجه متنيله ب 60 نيله عادي. بس ده انا هحكي لك بلاوي. خلاص كفاية. الشخصية كثيرة الشكوى أو الشخص الشكاي كل ما يقابلك يشتكي مشاكل وقع فيها أو ما وقعش فيها أو لسه هيقع فيها. الشخص ده هيفضل يأثر عليك وياخد من طاقتك ويأثر على حالتك النفسية بالسلب، وهيحسسك بالعجز، لأن الشخص الشكاي ما بيقبلش النصيحة، ومهما تقدم له في حلول أو اقتراحات هيصورلك إن هي ما تنفعش مع حالته، او ان هو جربها قبل كده وما نفعتش، وان حالته ملهاش علاج او حل. الشكاي كل ما تركز معاه وتسمعه هيفهمك اكتر وهيدخلك من الشكوى من كذا باب عشان يكسب تعاطفك واهتمامك اكتر ويأثر عليك اكتر وياخد من طاقتك اكتر. طب ازاي تتعامل مع الشخص الشكاي؟ اول حاجة مهمة جدا انك تفرق بين ان كانت الشكوى من باب الفضفضة او مشاركتك للوصول للحل، ولا شكوى دائما وابدا حبا في الشكوى. تاني حاجة حاول تبعد عن الشخص الشكاي وتتجنبه او انك تغير الموضوع. تالت حاجة اسمع له بس من غير ما تتأثر بكلامه وبشكوته وتخليها تأثر عليك. حافظ على حالتك النفسية وطاقتك. وبكده يكون انتهى الفيديو. ما تنسوش في اخر الفيديو تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة، ويا رب يكون علم ينتفع به. وشكرا.